امي بتسلم عليكم وبتقول لكم عايزين بصلتين. امي بتسلم عليكم وبتقول لكم دوق الملوخيه بتاعتنا. ابويا بيقول لكم هيفوت دلوقتي على عم صلاح علشان يزوروا عم حسين علشان هو عيان. يا بابا عم خالد جارنا ضربني. اكيد انت عملت حاجه غلط علشان كده ضربك. امال محمود فين؟ تلاقيه نايم مع صلاح جارنا علشان هم كانوا بيلعبوا مع بعض. مش هتاكل يا سيد؟ لا، خالته ام محمد حطيت لي اكل مع ابنها مجدي وانا بكتب الواجب انا وهو. طب روحي يا مديحه قولي لخالتك ام احمد جارتنا عايزين ننشر بقيه الغسيل عندك عشان بلكونتنا مش مكفيه. ما ترزعش الباب يا ابني وانت طالع بالراحه على السلم، احنا بقينا العشاء والناس نايمين، ما تقلقهمش. يلا يا ابراهيم فوت على صلاح ابن الجيران وعدوا على سيد وانزلوا الجامع علشان تفرشوا الحصير وتنضفوا الشارع مع عمك عطيه علشان صلاه الجمعه. يما الحقي محمد جارنا خربش اخويا وعوره في دراعه. معلش يا بنتي هم بيتخانقوا وبيتصالحوا تاني، روحي بس انت اندهولي علشان احط له ميكروكروم. ياه دي كانت حياتنا لما كنا عايشين. من امتى ومحدش خبط على بابك وطلب طماطم او بصل او حته لقمه ناشفه حتى؟ من امتى ومحدش زار جاره المريض او حتى من غير ما يكون مريض وشرب معاه الشاي وقرب منه؟ طب كم مصيبه حصلت لما عيل اتخانق مع جاره ممكن كان تطير فيها رقاب؟ طب كم مرة وصينا أولادنا ما يزعجوش الناس ويحترموا وجود بشر عايشين معانا؟ صحيح كانت البيوت قديمة والحياة بسيطة، لكن كانت القلوب حية والإنسان غالي. فقدنا طعم الجيرة وفقدنا التواصل بالود والمعروف، سبحان الله كانت القلوب طاهرة. جملة أمي بتسلم عليكم دي كانت عبارة جميلة بتعبر عن جمال المحبة وجمال روح الجيران، وهي دي سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوصي زوجته ويقول لها لما تطبخي زودي وقت الجيران. النهارده بقى الحياه ما بقاش ليها طعم بعد الاستغناء عن الجار والسجن بين اربع حيطان. تعالوا نحيي سنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نرجع نحب جيراننا ونتعرف عليهم، تعالوا نعتبر ولاد جيراننا زي ولادنا ونصبر على بعض، تعالوا نفوت على بعض في الاعياد والمناسبات ولو نسلم من على الباب ونقول كل سنه وانتم طيبين، تعالوا لو جارنا مريض نزوره ونطمن عليه وندعي له، تعالوا نبطل اذى بعض بالازعاج والصوت العالي ورزع الباب ولعب الاطفال في اوقات غير مناسبه، تعالوا نضحك في وش بعض مع مراعاه الاحترام والحشمه والعفه. يا ريت نرجع تاني بقى يبقى لينا كبير نرجع له ويحكم ما بيننا في المشاكل. فين ايام زمان؟ تعالوا نعيش تاني ايام زمان.